اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا صباح الفل، ازيكم يا حبايب قلبي؟ وحشتوني جميعا. بشكر كل واحد وكل واحده بتعلق لي على الفيديوهات، وحتى لو بحرف ولو لايك حتى بس. بشكركم جدا، وربنا يفرح قلوبكم زي ما بتفرحوا قلوبنا. بارك الله فيكم وربنا يجازيكم كل خير. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. النهارده اول رجب، ربنا يا رب يجعل ايامكم كلها خير كده يا رب، وربنا يجمعنا برمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وربنا يبلغنا رمضان ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب يجازيكم كل خير. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك في قناة مطبخ ام حمزة. النهاردة بقى هنعمل ايه بمناسبة رجب كده؟ ان احنا النهاردة صايمين، والنهاردة كمان الاتنين، فقلنا نصوم، وربنا يا رب يتقبل مننا يا رب من كل واحد. النهارده هنعمل مع بعض شويه كبسه، بس ان شاء الله هتعجبكم. دي معانا الفراخ، بس الفراخ هنا بصوا انا بوريها لكم ان هي مش مغسوله، وانا نقعاها في ميه وحبه سكر وحبه ليمون وحبه ملح. قعدتها كده نص ساعه وشطفتها كويس وغسلتها كويس. وهرجع بقى اقول لكم هنعمل ايه. دي بصلايه لزوم الكبسه. هنحط معلقه سمنه وهننزل عليها بالبصلايه الصغيره اللي عملناها دي. هنفرمها كده في الكبه حتت صغيره، او نقطعها بالسكينه بحتت صغيره زي ما تحبي. هنقلبها بقى اللي هي بصوا ما تحمرش وما تغمقش منك. هنحمرها كده حاجه بسيطه تصفر كده، بس اول ما تبتدي تشم ريحتها هننزل عليها بطماطمايه صغيره. بصوا الفراخ بعد ما غسلتها بوريها لكم، بصوا بقت شكلها عامل ازاي. اهم حاجه النظافه، عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا بقى احنا بعد ما غسلنا هنا الفراخ وقطعنا البصلايه وشوحناها وخدت لون كده بس على بسيط، هنبتدي ننزل عليها بطماطمايه صغيره متقطعه حتت صغيره على فوق البصله، ونديها تشويحه هي والبصله مع بعض. ما تنسوش تصلوا على رسول الله، وربنا يا رب يبلغنا رمضان جميعا. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، وتشتركوا كده في القناه زي ما قلت لكم، وتعملوا لايك لو عجبك الفيديو. هنا البصله بقى كل ده كده احنا سايبينها اللي هي تاخد لون وتصفر كده. متخافوش انا مش ناسياها على النار، بس انا سايباها كده اللي هو ايه تصفر. اهو بصوا اهي، يعني بصوا هتبتدي كانت تخش في الحمران كده، رحت نازله عليها بالطماطم. بصي طماطميه ايه لا تذكر حاجه، طماطميه صغيره خالص، تقطعيها حتت صغيره خالص. هنشوحها كده، واول ما تدبل هننزل عليها ببهارات الكبسه. شايفين اهي هي كده دبلت كده البصله مع الطماطم. هننزل ايه بقى هنا؟ بصوا الطبق ده فيه حبه بهارات كبسه، كركم، كاري، كبابه صيني، ليمونه، حبهان، فلفل اسود. وما تنسوش تحطوا القرفه الخشب لو انت بتحبيها. مش هتحبيها يبقى تحطي زي كده. بعد ما ضفت البهارات دي حطيت ربع معلقه، يعني بص مش ربع معلقه، كمان اقل من ربع معلقه قرفه، عشان احنا ما بنحبش طعمها في الرز قوي. طبعا انا ما عنديش مكسرات عشان اعمل الكبسه بالمكسرات، بس ما فيش مشكله. هنعملها كده مع بعضينا بالطريقه دي، وان شاء الله هتعجبك جدا، ورب تجربيها وتقولي رايك في التعليق. الحبه اللي انا حطيتهم دولت حبه قرفه، انا عشان مش بحب طعمها او احب ريحتها في الاكل فما حطيتهاش خشب. وحطي طبعا ما تنسيش اهم حاجه اللورة، حطي ورقتين لورة. وهنا طبعا شويه الرز بعد ما غسلناهم. وهنا هننزل بالفرخه اهي، هننزل عليها في البهارات الكبسة بتاعتنا مع البصلة مع الطماطم، ونديها تشويحة كله في بعض وتقليبة. واول ما الفراخ تبتدي تاخد معانا لون هننزل بالرز بتاعنا بعد ما غسلناه. انا هنا عاملة نص كيلو رز بسمتي، بس طبعا معروف ان الرز البسمتي غير الرز المصري بتاعنا، بيرمي شوية كده في الحلة، يعني بينفش كده ويملى. نص كيلو ما شاء الله هتلاقوه ملى الحلة دلوقتي. بصوا انا نزلت هنا بحبة لورا والليمون المجفف اوعوا تنسوه طبعا.
بصوا كده حبايب قلبي، هنا بعد ما خدت تشويحه كده ولونها اتغير، رحت نازله بالنص كيلو الرز وانا غسلاه كويس، ورحت نازله بيه فوق الفراخ. هديله بقى تقليبه الرز مع الفراخ علشان خاطر البهارات كلها تخش في قلب الرز وياخد لون كده مع الفراخ، وهتبقى طعمها في روعة روعة روعة. اهم حاجة ما تنسيش الاشتراك واللايك لو عجبك الفيديو. الرز بالكبسة بالفراخ، بصوا اكلة في منتهى الجمال، ودي لا غنى عنها في اي عزومات طبعا، دي اساسي في اي عزومة لازم الرز الكبسة ده. طبعا انا هنا بوريكم معايا حلة حطيت فيها مية سخنتها، بقول لكم استنوا ما تنزلوش بالمية دلوقتي لحد ما الرز يتشرب من التوابل والفراخ، وبعد كده هننزل بقى بالمية السخنة على الفراخ والرز. هتقولي لي الفراخ مش هتستوي؟ لا هتستوي وهتطلع في منتهى الجمال. بصوا حبايب قلبي، طبعا احنا عارفين ان الرز البسمتي غير الرز المصري، بياخد ضعف المية. يعني لو معاكي كوبايتين رز بسمتي هياخد 3 كوبايات ونص مية، غير الرز المصري هتديله مثلا كوبايتين مثلا مية او شوربة زي ما تحبي، قصادهم كوبايتين رز، ده المصري. لكن الكبسة الرز البسمتي غير الرز المصري، بيشرب شوية وبيحب المية اكتر. طبعا عندك شوربة ممكن تسقي بشوربة، بس انا ايه عشان هي فيها الفراخ منها فيها، فانا عارفة ان الفراخ هتنزل شوربة في قلب الرز. ودي كانت شكل الرز بتاعنا بعد ما استوى. بصوا انا بحط لكم على المعلقه وبوريه لكم انه طالع مفلفل ومش معجن ولا فيه اي حاجه. بصوا حبايب قلبي، بألف هنا وشفا يا رب على كل اللي هيجربها، وجربيها بجد مش هتندمي. بصوا شويه رز بكبسه كده في منتهى الجمال، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه حلول شهر رجب وربنا يبلغنا رمضان. بصوا الفراخ اهي، بصوا هي مستويه، انا بحط الشوكه في الفراخ عشان اوريكي انها مستويه، بس هي سخنه جدا انا مش عارفه اقطعها. يعني بص قطعت حاجه بسيطه كده مش عارفه اقطعها، بس هي استوت وفي منتهى الجمال اهي. ان شاء الله تعملي الطريقه دي وتجربيها وتمشي على نفس الخطوات، وباذن الله الطريقه هتعجبك. اشوفكم على خير حبايب قلبي، متنسوش الاشتراك والتعليق.